السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير. طبعا بعودة المدارس، وصفتنا النهاردة عن اللانشون المدخن. بس أنا هقولك ده مش بس لانشون، لا ده ممكن نعمل بيه بيتزا على هيئة سلامي طبعا وبدون مواد حافظة. ممكن نعمل بيه طاسة كده بالبيض في الفطار أو في العشاء، هتبقى خفيفة كده وهتبقى جميلة. طبعا كل ده بدون مواد حافظة وحاجة صحية وحاجة نظيفة جدا غير اللي بنشتريها من السوبر ماركت. ونسمي بسم الله ونبدأ وصفتنا، وخليكي معايا اخر الفيديو. واللي ما عملش شير واشتراك يعمل بسرعه، لان الوصفات الجايه كلها توفير. انا معايا نص كيلو من الصدور، او ممكن تجيبي نص كيلو من الاوراق بس تشيلي منها القطعه اللي هي اللي فيها دهون. تمام كده. هنفرمها فرم ناعم في الكبه، ولو لقيتيها لسه خشنه هتحطي معاها كمان كوبايه من التلج المجروش او قطعه من التلج لحد ما تتفرم فرم ناعم جدا. بعد كده هتحطي معلقتين من النشا، وهتحطي معلقه صغيره من التوم المهروس. والتوابل بتاعتي انا هكتبها لك كلها في الكابشن عشان تعرفيها وتصوريها، بس انا هقولها لك. هحط معلقه من البابريكا المدخنه، هحط معلقه من التوم البودر، بصل بودر، رشه كمون، رشه فلفل اسود، معلقه من بهارات الفراخ. لو عندك مكعب ماجي، بس انا ما بفضلهوش طبعا. لازم نحط حاجات اللي هي ايه، التوابل العاديه الصحيه، بلاش مكعبات من الماجي. تمام كده. وهبتدي ان انا افرمها فرم ناعم جدا جدا لحد ما احسها اني خلاص تجانست معايا وبقت تمام. هحط لها كمان معلقه صغيره من الكيك شيف او البيكنج باودر علشان تبقى منفوخه معايا، ما تبقاش مكتومه. تمام كده. وهبتدي احط لها كمان، بصي الانسجه بتاعتي مفتله ازاي وكلها متجانسه مع بعض، ما فيهاش مثلا ما فيهاش غلطه. تمام كده. هبتدي ان انا الم الجوانب بتاعتي، وهحط لها معلقتين من الزيت، وهضربها ضرب ناعم جدا لحد ما كلها تلم. تمام كده. هجيب كيس اللي هو بتاع اللي هو اللي بيدخل الفرن، اللي هو الكيس الحراري. تمام. هدهنه دهنه من الزيت، وبلاش اللي هو الاسترتش راب، بلاش، خليكي في الحاجات الصحيه شويه. تمام كده. هحط عليها دهنة زيت، وهبتدي انزل بالفراخ بتاعتي. عايزه تعمليها مثلا قطع بتاع ده، عايزه تعمليها كوز صغنون، تمام. عايزه تعمليها كبير، مفيش مشكله. احنا هنقفلها من ناحيتين باللي هو الابزين بتاع الكيس الحراري. هنعملها على شكل بونبونيه زي ما انت ما شايفه كده. وبعد كده هنحط لها ورق المونيوم ونغلفها كويس ونشيلها في الفريزر. تمام كده لحد ما نعمل الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه اللي هي هنعملها باللحمه. انا برضو مش هحط لها ولا لون ولا مصنعات ولا اي حاجه من المصنعات، وهقول لك على طريقه حفظها. هجيب نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعايزه تكون فيها سنه بوش او اي دهون، مفيش مشكله عادي خالص، ده بتدي طعم ونكهه حلوه للحمه. هبتدي ان انا افرمها فرم ناعم جدا، معاها فص من الثوم، ومعاها كمان مع برضو كوبايه، نص كوبايه من التلج المجروش او التلج المكعبات. تمام كده. هحطها معايا. لو حسيت ان العجينه قفشه قوي كده في المكنه، ممكن احط لها، ازود لها معلقه كوبايه ميه ساقعه، قصدي بق صغير من الميه الساقعه. تمام كده. والتوابل برضو معايا توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنه، رشه كمون بسيطه جدا، بهارات لحمه. يعني احنا هنختلف بين دي وبين دي في بهارات اللحمه. بس انا كمان زودت تركايه صغننه في اللحمه، حطيت لها رشه قرنفل مطحون. تمام كده. وبعد كده لفتها برضو زي البونبونيه زي ما انت ما شايفه كده بكيس حراري، وبعد كده الكيس الالومنيوم. هوريك ازاي ان انت تسويها سوا صح. هجيب طاسه كده او حله على النار فيها ربع الميه، ربع الحله كده ميه، علشان لما بس تكون ميه سخنه. هحاول ان انا احطها واسيبها على نار هاديه لمده ساعه الا ربع لساعه. تمام كده. وبعد كده هطلعها، هفكها من الكيس الحراري ومن من الورق القصدير. وبعد كده هشيلها في التلاجة من 3 ساعات ل4 ساعات براحتك جدا خالص، لحد ما تهدى وترتاح تماما علشان تعرفي تقطعيها. بعد ما طلعتها وقطعتها، بص كلها متجانسه معايا ازاي. انا لو عندي المكنه بتاعتها هتتقطع ارفع من كده كمان، بس انا علشان قطعتها بالسكينه فطلعت تخينه. تقدري ان انت تحطيها على البيتزا، تقدري ان انت تقطعي منها وتعمليها طاسه بالبيض الصبح او اخر النهار براحتك خالص.
بصي يعني انا بقولك احنا بنعاملها معامله جميله جدا. فعلا اطعم من بره، احلى بكتير بكتير فعلا من اللي احنا بنشتريها من بره، ومن غير اي مواد حافظه، وتقدري ان انت تاخدي منه وتحفظيه في الفريزر، مش هيحصل اي حاجه، هو يقعد معاكي فتره طويله جدا جدا زي ما هو، بس تاخدي منه وتحطي في الفريزر بس كده، وهتعملي الساندوتشات بتاعتك جميله وبالف هنا وشفا. لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناه. معاكم يوسف من قناه اكله وتك.